مين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا مدام؟ الحمد لله. والله كان في حد كلمني وقال لي ان الشاشه عندكم بايظه او الطبق الدش فيه حاجه. انا اللي كلمت حضرتك. العنوان مظبوط يعني؟ تمام مظبوط، اتفضل. طيب هو في الطبق، طب احنا هنبص على الطبق فوق الاول ولا نبص هنا؟ والله هي الاشاره بقى لها 3 ايام مش شغاله، بس اللي حضرتك تشوف اعمله. مفيش مشكله، هشوف كده هنا الاول ولو كده هطلع ابص على طب الطبق. اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا ست الكل. يا مسهل يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاشه اهي بقى لها على طول قطع اشاره، شوفها عشان انا زهقت من الطبق ده اصلا. لا ان شاء الله باذن الله خير باذن الله، بس هو واضح كده ان الوصلات هنا كلها سليمه يعني هنا واضح ان الوصلات كلها سليمه ومفيش اي مشكله. هو بيعمل كده كتير؟ ده على طول كده. طب في حد جه شافه الاول قبلي ولا؟ لا مفيش حد. طيب احنا هو بس هنا كده الوصلات تمام كده بقى. احنا هنضطر ان حضرتك بس هتنده لي جوزك او اي حد بس يطلع معايا فوق يورينا الطبق بتاعكم. جوزي في الشغل. جوزك في الشغل؟ طب اخوكي، سلفك، حماكي، حماتك، اي حد في البيت طيب بعد اذنك؟ مفيش حد والله. يعني مفيش حد هنا في البيت؟ اه يعني دلوقتي انا وانت بس اللي في البيت؟ ايه المشكله انا ما اعرفش يعني؟ لا يعني ايه المشكله؟ المفروض يا ست الكل ان انا ما كنتش دخلت اصلا طالما عارف ان مفيش حد. المفروض طالما مفيش معاكي راجل في البيت ما تفتحيش الباب اصلا. حقك عليا، انا لو اعرف ان مفيش حد هنا انا ما كنتش دخلت. لو سمحت شوف شغلك. هو احنا يا ست بنتصاحب؟ الكل بعد اذنك لما يكون جوزك موجود، في راجل موجود، اي حد بعد اذنك كلميني هاجي اعمل الشغل اللي حضرتك عايزاه، انما انا دلوقتي مش هعرف اعمل حاجه. يعني ايه يعني؟ خد هنا تعالى شوف شغلك رايح فين. خد هنا على فكره يبقى اكلمك. هو انت مش عايز تشتغل ولا ايه؟ لا يعني ايه مش عايز اشتغل؟ امال انا خارج من بيتي ليه؟ ما انا طالع من البيت عشان لقمه عيش ولقمه عيش عيالي، طالع من البيت عشان جوت وجوت عيالي، بس هشتغل صح، اشتغل مظبوط، ما اخشش على واحده بنت ناس اقفل عليا الباب واعمل نفسي جوه شغال. يا ست الكل ما ينفعش، يا ست الكل اللي انت عملتيه ما ينفعش. كونك ان انت تدخليني وتقفلي الباب ورايا وتعالى شوف شغلك، ولا سباك ولا نجار ولا صنايعي دش ولا بتاع ستاير ولا اي حد له الحق انه يخش البيت وجوزك مش موجود. يا ست الكل الله يبارك لك، اللي انت بتعمليه ده ما ينفعش. على فكره انا اول مره اشوف حد زيك كده. يا ست ومش هتشوفي، يا ست ومش هتشوفي. كل ما بقاش عنده ضمير. وعلى فكره الغلط مش من الصنايعي، الصنايعي عايز ياكل عيش ويعمل شغله ويمشي، الغلط منك انت ياما ما تدخليش حد غريب وتقفلي الباب وتقولي له بحجه تعالى شوف شغلك. يعني شوف شغلك. لو حد غريب جه دلوقتي وقف فتح الباب او خبط عليكي شافنا انا وانت بس جوه ما فيش حد معانا، سيبك مني انا يا ست، انا راجل. يقول عليكي انت ايه؟ يقولوا عاشقين بعض في الضلمه. يا ست الكل الله يسترها معاك، هي مش طبت فجر. مش لازم دلوقتي تسمع المسلسل، مش لازم الفيلم. جوزك بيجي الساعه كام؟ وقت ما يكون جوزك موجود، اخوك موجود، ليكي ابن كبير موجود، سلفتك معاكي، حماتك معاكي. في الحاله دي بس يابا تدخلوا الصنايعي، ولو عايزه تقفلي الباب وراه اقفليه. لكن ما ينفعش يكون ما فيش راجل في البيت موجود واخش واقف الباب ورايا. يا ست الكل هو ده اسلوبي. لما جوز حضرتك يجي كلميني هاجي اصلح الطبق زي ما انت عايزه واخليه لك 100 فل و14. لكن غير كده طالما البيت ما فيهوش راجل او حد يكون معاكي ما تكلمينيش. مش هذه الاصول يا اسطى اللي احنا اتربينا عليها؟ مش هذه الاصول يا بنت ابويا؟ ما فيش حاجه اسمها صنايعي اخش لا سباك ولا نجار ولا مبيض محاره ولا ستاير ولا اي حاجه. الاصول ما اجتمع رجل وامراه الا انتوا عارفين الباقي. مفيش حاجه، مفيش مبرر في الدنيا يخليك تدخلي صنايعي البيت وتقفلي الباب وراكي وجوزك في الشغل. هي خلاص يعني الله يسترها معاكي. لما جوزك يجي يابا هو يكلم الصنايعي كمان، ما تكلمهوش من تليفونك انت. الصنايعي المحترم مش هيخش بيته ويقفل وراه الباب لما يشوف في راجل. بنت الناس المحترمه مش هتدخل صنايعي وتقفل وراها الباب غير لما يكون البيت في راجل. تقول لا الله يسترها معاك. واحده واحده كده نسينا الاصول لحد خلاص ما بعدش فيه بركه. قسما بالله حياتنا ما فيها بركه. يا بنت الناس انت زي اختي، الله يسترها. انا عارف ان انت كويسه وبنت الناس ومؤدبه، هتسمعي الكلام ان شاء الله. اوعي صنايعي ايا كان يخش ويقفل وراه الباب والبيت ما فيهوش راجل، هيقولوا عنك كلام مش حلو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.